اذا المداخله ديالي كانت كتسمع السيد كاتب العام باسم السيد مدير الموارد البشريه تحت عنوان استراتيجيه جديده لتدبير الموارد البشريه. وكانت المداخله خلاصه ديال هذه الاستراتيجيه الجديده في اطار الاستراتيجيه الكبرى للوظيفه العموميه، باعتبار ان صدور النص ديال ميثاق المرافق العموميه لسنه 2021 والذي يحث في الماده 17 و 18 على وضع مرجعيات وظائف الكفاءات ومخططات ديال التدبير التوقعي وخرائط ديال المراسي وحافله الكفاءه الى اخره من هذه الادوات الجديده في مجال تدبير الموارد البشريه، والتي تدخل في فلسفه التي يسمى التدبير بالكفاءات. هذا النص كان نصا مساعدا للقطاعات الوزاريه في معظمها على وضع هذه المقاربات الجديده. وزاره العدل كما جاءت في المداخله كانت قامت باعداد مرجعيه وظائف الكفاءات في سنه 2011، ولكن لم يتم تفعيلها. وحاليا حيث كاين واحد الاراده السيد الوزير والسيد الكاتب العام على وضع هذه المقاربه، وضع هذه الادوات الجديده على المستوى الواقعي الى اخره. قامت اولا باصدار هذا النص ديال الاختصاصات والهيكله ديال هذا القسم اللي العمل ديالو كله ديال هذه المقاربه ديال التشريع التوقعي. وكما جاء في الحديث اين موقع وزاره العدل من كل هذا، باعتبار ان اصلاح منظومه العداله اهم من الوظيفه العموميه كلها، ولكن اصلاح منظومه العداله في شقين متعلق بتدبير الموارد البشريه، هو الاخر يستمد جذورهم هذه منظومه الموارد البشريه والاصلاح ديالها على المستوى ديال الوظيفه العموميه، ولكن يتم تفعيلها على مستوى الواقع ديال قطاع وزاره العدل. وكان يوم التواصل كذلك لاخبار الجمهور بانه هناك عده خطوات قد حسبت في هذا الامر، وتم تكميل البطائق ديال الوظائف النوعيه ديال كتابه الضبط، باعتبارها هي الوظيفه التي يساولها معظم الموظفين ديال قطاع العدل، لان 13 تقريبا 15 الف موظف كلها تعمل بكتابه الضبط. وكذلك تم تحيين الوظائف النوعيه ديال الاداره المركزيه، وسطر النور هذه المرجعيه في الايام المقبله لاتمامها ونشرها وتوزيعها وتكوين جميع المسؤولين على المستويين المركزي والممركز للمرور لوضع اللبنيات الاساسيه ديال مقاربه التدبير التوقعي.